السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايين مع بعض كده النهارده هنعمله بردك كده ايه، اكلة سهلة وجميلة وبتنفع في ايه، في حاجات كتير. هعمل ايه؟ هعمل جلاش. دي لفة جلاش بس انا مغطيها كده بس عشان ما تنشفش مني قبل ما ايه نبدأ الفيديو. هجيب صينية، هدهن الصينية سمنة بس الاول. عشان هي فكرة سهلة كده وجميلة، والواحد بقى يحتاج ايه كل ما هو سهل وكده ايه وسريع. وهجيب الجلاش هعمل بقى فيه ايه، هاخد ورقتين كده جلاش وهبتدي اتنيهم بالطول مش بالعرض، اكشكشهم كده كده طويل وكده قصير. خلينا كده كده. هاخد برضك كمان ورقتين تانيين مش هدهنهم اي حاجه، انا هعمل كده لغايه ما ياخد الصينيه ايه كلها. كده مش عايزه اكبسه، عايزاه كده ايه مورق في بعضه. ورقتين من غير ما بدهنهم اي حاجه، انا بس بكشكشهم كده وبحطهم. خلاص بس اللفه. لا هخلص الكميه انا كده خلصت الصواني، بس انا غطيتها عشان ما تنشفش مني عشان كان المغرب بيقدم. ماشي. حضرت الحشو. الحشو عباره عن ايه، فلفل الوان وزيتون، جبنه موتزاريلا وجبنه رومي مبشوره، اي مجموعه جبنات عندك، بس انا بفضل الجبنات اللي مبشوره عشان ايه تبقى سهله الايه الحشو. يعني ده الاكله ايه اللي ما عندكيش حشوه الموجود يسد. وهخلط بقى كل ده كده على بعضه. يلا ايه نحشوها. تعالي هحشي كده بس واحده كده عشان ايه تعرفوا بتتحشى ازاي. هي انا ما بحشيهاش ان انا بعمل حاجه، شايفين كده مش في فتحه كده، انا بفتح كده في الفتحه وببتدي انزل كده. وبيبقى كده كل حاجه ايه اتوزعت ايه فيها. وهبتدي برضك اسقيها بالايه بلبن وبيض. هحشيهم بس هما الاتنين، وزع عليهم الحشوه كويس. ودي كده الحته اللي كانت فاضله معانا برضك هننزلوا بيها ايه بحشوه. تاكدي ان انت ايه حاشيه كله كده. هحشي من الصينيه التانيه. ودلوقتي بقى التشريبه اللي انا هشربها لهم كوبايتين لبن، وهحط عليهم بقى سمنه، بس هاخد كده ايه السمنه من على الوش اللي هي سايحه
عشان تبقى ايه طريه. وهحتاج بيضتين، طالما حطيت بيض يبقى احط ايه ملح وفلفل اسود. بعملها بالمضرب عشان بس ايه البيض يفك كله في اللبن، يبقى كله متشرب ايه تشريبه واحده. وبالكبشه بقى وهبتدي ايه اشربها. كده انا حطيت 4 هنا، احط بردك 4 هنا عشان ايه ما تسرقنيش، تبقى واحده ايه مليانه وواحده فاضيه. انا بقى مولعه الفرن، اسيبهم بس ثواني كده 10 دقايق يتشربوا، وهولع الفرن وادخلها. وكده لما طلعت من الفرن بص بقى هخرطها، او انا بخليها سايل كده، لو تصبري عليها شويه هتبتدي ايه تترم معاكي. بس كده تبرد، وهبتدي احطها لكم في ايه طبق التقديم، واوريها لكم اكتر، واوريها لكم بقى وهي ايه تبرد شويه عشان اعرف امسكها. وكده يا بنات الشكل النهائي زي ما انتم شايفين، منظرها تحفه وخفيفه وجميله. مجموعه جبنات بس اللي عندك، عايزه بقى تحطي انت بيه في بسطرمه اي حاجه حطي، ما عندكيش حطي اللي انا حطيته ده بس. بصوا بقى كمان عايزه اوريها لكم، بصوا طريه ازاي، بصوا طريه لما تيجي تقسمي بتتقسم بصوا بمنتهى السهوله، بس طريه وجميله بصراحه، يعني تحفه تستاهل التجربه. جربوها، مستنيه ارائكم وتعليقاتكم اللي ما نحرمش منها ابدا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.